عليكم يا أمة العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت مين؟ أنا صوت الحق. صوت الحق؟ أيوة، صوت الحق اللي بقاله سنين كتيرة ومحدش سمعه. ازاي يعني بقاله سنين كتيرة واحنا مش سامعينه؟ علشان انتوا كلكوا في غفلة، وكل واحد فيكوا عايش في وادي غير التاني، ما بتتجمعوش مع بعض أبدا. يعني عدم تجمعنا هو اللي مش مخلينا نسمع صوت الحق؟ ده انتوا لا هتسمعوا صوت الحق ولا حتى هتشوفوا قدامكوا الحق فين والباطل فين. ازاي؟ مش فاهم. انا عايز اقولكوا ان انتوا ما بقيتوش تسمعوا الحق ولا حتى تشوفوه من ساعة ما خفتوا انكوا تتجمعوا مع بعض على الحق. ايوه فعلا، دي حقيقة. برغم ان اهل الباطل بيتجمعوا على الباطل وما بيخافوش من حد، انتوا بس اللي بتخافوا تتجمعوا حتى على الحق اللي المفترض الناس كلها تتجمع عليه. فمن ساعة ما الآية اتقلبت وانتوا ما بقيتوش تسمعوا الحق ولا حتى تشوفوه، خليكوا خايفين. طيب يا صوت الحق، دلوقتي اخونا بيتضرب ورا السور ده، واحنا جايين دلوقتي ومتجمعين اهو كلنا، وما نعرفش ان في ما بيننا وما بينه سور. يا ترى السور ده عبارة عن ايه؟ السور ده عبارة عن وهم، والوهم ده انتم اللي عملتوه علشان دايما حاسين ان في ما بينكم وما بين اخوكم سور. علشان كده احنا كلنا شايفين ان في دلوقتي سور؟ ايوه. طيب احنا خايفين على اخونا لا يخلصوا عليه. اخوك قوي وقوي جدا كمان، ومحدش هيقدر عليه علشان ربنا هو اللي حميه. بس انا عايز اقول لكم يا اخوات يا شقايق ان اخوكم مش هيخلص من اللي هو فيه غير باللي انتوا عملتوه دلوقت، انكوا تتجمعوا. طيب ما احنا فعلا اتجمعنا، بس لقينا قدامنا سور. ادام اتجمعتوا كلكوا اعرفوا انكم تقدروا تهدوا السور.